You are live now. Okay. Wanna show you my swatch. يا بهلي ولد اختي، انا قايل بذبحها لو طلعت الساعة تقليد. شنو قلت تقليد؟ اذا طلعت الساعة تقليد مو مخليه. هو اعطاني ابتسامة، يوم اعطاني الساعة سوى لي كذي، صار لي كذي. لا اصلية خالي. اوكي انا صدقتك. حلو حبة. ايش اللي يخليك تجيب لي ساعة فجأة كذي؟ انا مو بقايل اسمه، ولد اختي هو، انا مو بقايل اسمه. ايش اللي يخليك تجيب لي ساعة فجأة؟ ترى من شهور انا توني البسها لان غيرت لها السير، ما كنت حاب السير القديم. ايش اللي يخليك تجيب لي اوميجا سواتش ذا يلو ون another one؟ يقول لك تحب اللون الاصفر خالي والله. ايه تحب اللون الاصفر. اصلية ولا لا؟ يا جماعة شلون اعرف والله اللي عنده خبرة في السواتش؟ يا اخي مستحي اروح اسأل خالي ايش فيك، ترى اصلية والله ايش بالك؟ ما اريد 2000 اعرفكم عدل، ترى عدل. قاعد تقص على خالك، قل لي بسرعة لان هي بلاستيك، احنا بيعرف اللي عنده اصلية. هي بلاستيك تكون. عبد الله ترى عنوان اللايف افضل تطبيق عندك شنو؟ اصبر شوي بس بنرجع على عنوان اللايف. اول شيء تجاوبني او تجاوبون. والله ايه في واحد كتب والله تقليد. بذمتك حطها بذمتك يعني؟ والله بيني وبينك انا يعني مو بقادر استوعب انها اصليه. اسمع، هي بلاستيك. جيب لي اياها انا بفحصها بس ترجع. يا جماعه اللي يفهم في الساعات، هذه اصليه ولا لا؟ بذبحه لو كانت مو اصليه بذبحه. انا قلت له اصليه ولا لا؟ هو شيء بذبحه. هذه لو مو بصليه مو بحسن له. تقليد يا جماعه، تحطون بذمتكم ترى صايمين انتم صايمين يا جماعه. المهم واحد كتاب اصليه، شكله كذاب. اي تكون بلاستيك، والله شكله صادق. بس انا جبت العيد يوميتها ابي اغير الشسمه هنا، بغير السير. بلاستيك ذي بلاستيك ترى، تخيل تنتف كذي كأنه لعبه. اصليه يو يقول اصليه. والله اني اثق فيك يا حسين السادة. لكن ميشن تو ذا سن سواتش في ميدن شيء؟ ها انجوي ذا ميشن هي كذي. كم شريتها؟ يقول اسلي. شنو بكم شريتها؟ اقول لك هديه من ولد اختي. هاي هديه من ولد اختي. قلت له اصليه ولا لا؟ قال لي اصليه. مو قادر اصدق، انا مو قادر استوعب، انا مو قادر. لو سويت شيء اكسرها تخيل. اسمع، حتى هاي ما ينضغط عدل، مستحيل اوميجا يا اخي يوصلون لهالكواليتي. انا مالي فيها ذي، ما اعرفها عدل، بس ادري انها ضربت يعني. واصلا الاصليه مو بغاليه، انا ادري. حمود الضاحي هو اللي يعرف لان خبر كان يدور عليها. بعابد اللي عندك اصليه صحيح؟ اي اصليه والله، لو اوريك اياها يمكن تزعل. والله العظيم ياتها ضربه هني خايسه. شوف اصليه ما عليك. خلاص اوكي نغير الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تو الحين بلشنا الموضوع وحبيت شنو؟ ما سمعت عزوز كتب شيء؟ وين عزوز؟ فريدة علي يقول والله انك رزيل عزوز. ايه اوكي، الحسابات الموثقه ما تطلع موثقه، ولا الموثق يطلع موثق، ولا عزوز انت لحد الحين منكوب وموثق؟ عزوز الحين موثق في الانستغرام. ورب الكعبه صدمه يا جماعه. عزوز العجيل شايب، انا اسميه شايب. هاي شايب في السوشيال ميديا. هو شكله شباب ما شاء الله عليه محافظ، بس هو شايب بالسوشيال ميديا اسميه. يعني هو ونو سيجنال اول اثنين يمكن عرفتهم في تاريخ الانستغرام. نو سيجنال لانه يصور، والاخ ياكل وايد ويسافر. متخيلين؟ اساتذه ذيلا عمالقه. شلون منحوس ما قدر يوثق؟ ايش دخل بتكون هالسوالفنا؟ ما فهمت. انا مو بموثق والله العظيم. قويه عزيز، لازم تتحرك. اشتغل على نفسك عزيز، اشتغل على حسابك عزيز. تكفى طرش لهم يا اخي. شوف ترى وايد مهمه المقالات من الاخير في الفيسبوك، وايد مهمه المقالات. وحاول لو عندك مقالات قديمه ترى ما منها فايده. كلم الجرايد ما يقصرون، والله خذها مني. انت عندك بالهبل قصص تكتبها او تقولها في شو اسمه. حياتك في السوشيال ميديا تكفى كم سنه؟ كم تكفى انت؟ كم 10؟ انت بالراحه 10.
بس هاي سالفه تسولف فيها في جريده الرايه. خلص موضوعك عزيز. الو السلام عليكم. عبد الله بن غانم الهندي. والله ونعم. رئيس تحرير اخوه ابو غانم، لبى والله قلبه، والله ما يقصر مع حد. تكفى مقالاتي قديمه طبعا، عشان شيء ما وثقت يا عزيز. اخر 3 شهور لازم تكون المقالات. اوكي نرجع لموضوعنا. افضل تطبيق بو راشد شيء خرافي عالمي. عيسى دوت جوكر. شكرا على مشاركتك الطيبه، وانت انسان وايد خبره في عالم التكنولوجيا وعالم الهواتف. وانا احب اني اقول لك بما اني محب للايفون ان الايفون 14 هو اسوأ جوال ايفون نزل في التاريخ. ممكن تسجلها عليه ولا لا؟ ان الايفون 14 هو اسوأ جوال نزل في تاريخ الايفونات. لا حد يقارني بالتصوير، لا تمللوني. اوكي تصوير حلو، لكن قسم بالله اكثر جوال يشير وملعون خير. استغفر الله العظيم، استغفر الله. يا رب نبي نصوم، يا رب نبي نصوم. لا اله الا الله. يا اخي قسم بالله انه جوال مستفز. يلا خذ استلم هذه زياده. يا الربع يشير بالهبل. شنو بس انا تدش الواتساب فجاه نص الشاشه سوداء، تطلع من الواتساب يشير، تدخل على الانستغرام يطلعك فجاه، تروح ما ادري وين. لا في يقول لي غلط كلامي. عيسى دوت جوكر يقول لي غلط كلامي. زين عيسى I'm يوزر. انا يوزر في النهايه، انا كاستمر. شنو انا يوزر؟ انا كاستمر يا عيسى. انا احب ابل من استووا. انا ابل لو ينزلون شامبو بشتريه. تعرف الميانين هاي اللي يشترون اي شيء من الشركه لان يحبونها، هاي انا. نعم انا اعترف ان ابل بالهبل اشتري منهم وانا ما احتاج، بس في شركات تحس انه لويل بدون اعلانات، بدون شيء، بدون سلام عليكم. هم يحتاجون. تكفى هم يحتاجون؟ ما يحتاجون ادري، بس انا من قبل السوشيال ميديا وانا شي مع ابل. فهمت؟ طبعا اعترف اني كنت من يعني انا يوم كان عندي بلاك بيري كنت اكره ابل. والله ايش دخل. بس عقب الكامباك والله. نايس سان جلاسز. ثانك يو سو ماتش ديمي I'm traveling to وين نسيت الربع. ايه maybe on 18th to Germany ان شاء الله. ها get ready to bring the best deal with Qatar Airways. We pay for economy and then we do upgrade. Save money forever. لا تسوونها مع الطيارات اللي عليها ضغط طبعا، لكن انا دائما اقول اذا بتروح دوله ما عليها ضغط في الطياره احجز ايكونومي عقب تشوف اذا في ابجريد ولا لا. متابعك من العراق. والله ونعم. عيسى جوكر انا اسف اذا كنت اكتب وما ركزت لاني كنت داش في سالفه. على العموم انا قلت لكم ليش انا ما حبيت الايفون 14 لهالسبب، وانطر الايفون الجديد بفارغ الصبر لان انا وايد تواجهني مشاكل. سالفه ال1 تيرا كلام فاضي. انزين سالفه ال1 تيرا كلام فاضي يا الايفون، والله العظيم كلام فاضي. لما يكون 1 تيرا وانا مو مستخدم الا 300 ولا يدوب يروح الجوال يشير ويلعن شكله، مع انه ما له خص حتى لو فول، لكن تعبت. ما ادري ايش عنوان الحلقه الجايه عن السحر والشعوذه. يا جماعه والله العظيم ادري ان الحلقه الثانيه قلنا الحلقه الثالثه، والحلقه الثالثه قلنا الحلقه الرابعه، لان فعلا الحلقه الثانيه كانت هي الثالثه، بس احنا حطيناها الثاني. غيرنا شوي في المود معاكم ودخلناكم في عالم الاختراعات وكذي. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحب. اللهم امين. الله يرزقكم جميعا. انزين شنو افضل تطبيق عندك في الايفون او في شو اسمه افضل تطبيق يعني جد ما تقدر تستغني عنه؟ عندنا شقين اليوم، عندنا سؤالين جايين على طريقتين مختلفتين. حلو. الطريقه الاولى سؤالي عن التطبيقات بشكل عام بدون تطبيقات التواصل الاجتماعي. سؤال واضح ما يحتاج اعيد، بس راح اعيد ليش؟ لان في ناس استيعابهم وايد صعب، انا اعرف هالشيء. انا الحين بتكلم عن البرامج اللي ما تقدر تستغني عنها، مش برامج التواصل الاجتماعي. يعني انا ما اتكلم عن واتساب ويوتيوب وتويتر وفيسبوك وانستغرام وتيك توك. اوكي هذيلا بيكونون في الشق الثاني ان شاء الله من السؤال. يعني انت قول لي هي لعبه، هي برنامج تعديل صور ما تستغني عنه، هو مثلا شنو؟ يلا خذ هاي كتب السناب. وتلوموني لما انا اعيد الكلام وايد، انا وايد تعبت من بعض الناس اللي مو راضيين يفهمون. عقب تقولون ليش ما تطلع لايف؟ ذبحني. هاي كاتب الانستغرام ذبحني. مواليد 2006 انا اعرفهم عدل. انا ادري اسف. مواليد 2006 في حياتي ما يبطريكم، في حياتي كله اقول يا 2000 يا 2003 ما ادري ليش.
2006 انا اسف اول مره اجي صوبكم، بس انا حسيت انه هو 2006 وباقي الجوال من الخلع عود. يلا سبوتيفاي حلو، الريال يحب يسمع اغاني، او يمكن انا نشيد ولا انا غلطان. سبوتيفاي البرنامج حبه حبه، انا قاعد اقرا اسم برنامج عشان اسولف. حلو. طبعا على فكره نتفلكس منهم، تقدر تكتب لي نتفلكس. سبوتيفاي البرنامج اللي ما حملته في حياتي. البرامج هذه مالت الاغاني غريبه جدا، انا استغرب شلون انتم قاعدين تستخدمون. ما اعرف شلون انتم تستخدمون سبوتيفاي. اذا عندك في اختراع حلو وايد حلو قديم اسمه يوتيوب او يوتيوب. حرام عليك، الدنيا تطورت، الناس ما تدري انها تقدر. ابو فيصل يقول كلاش لعبته الجيمز، لكن قال لي كلاش بس ما كملها، بيزعلني. ابو فيصل بيزعلني، شريكي في شارجر بيزعلني لانه كتب كلاش بس ما كملها. كلاش رويال ولا كلاش اوف كلانس؟ هني الكلام. محبين كلاش اوف كلانس يرفعون يدهم الحين. انا مو بيها اتكلم عن الجيمنج، لكن يقول جمله سريعه: من اجمل الالعاب اللي نزلت على الايباد والايفون كلاش اوف كلانس، اللي خسرت فيها دم قلبي وانا حزتها ما عندي فلوس. يا جماعه كان معاشنا من المجلس الاعلى 1200 باوند كنا، بلا 1200 باوند ولا 900 باوند والله ناسي. يمكن اصرف نصه على اللعبه هذه، وانا مو بجيمر ابدا، انا مو براعي الالعاب هذه مالت الايباد كلش، بس طحت لي على هاللعبه وليت الربع ما علموني عليها، لين ما الحمد لله افتكيت منها طبعا حتى قبل دخولي في السوشيال ميديا. يقول يوتيوب وكلاش رويال واركين ليجند. اوكي، ليش قاعد تعطوني العاب شباب؟ انا ما قلت ترى لعبه، انا قلت اي تطبيق ما تقدرون تدونه. معقوله انتم لهالدرجه جوكم العاب الايفون؟ التطبيق المكتسح يا جماعه. هي واحد ثاني يمدح يا جماعه. لحظه شوي كلام قوي والله العظيم، تبي تستفيد اسمع مني، لان هاي ثاني واحد شكله خبره وبعد يقول غير الجوكر. يقول لك التطبيق المكتسح حاليا هو بو. شلون ينطقونها؟ بي او اي. شلون انطقها يعني؟ بو ممتع. في تشات جي بي تي. او ماي دايم ليتس توك اباوت ذات شيت. تكفى تشات جي بي تي، يعني الشيء اللي ما دخلت فيه، لكن طبعا سمعت عنه وايد، لكن للحين ما جربته. تخيلوا ما جربته، ومجاني بدون في بي ان مثل ما قال عيسى. شباب اكتبوا عندكم بو، كابتشر الشاشه بو. كنت اقرا فوق، لحظه الحين بنزل رد على تعليقي. كابتن انا امسك تعليق واعطيه حقه وارد بهدوء والله العظيم، يعني حتى الربع اللي يكتبون وما اقرا كومنتهم لا يزعلون. يوتيوب بدون منازع حلو. حلو، ما لومك والله ما لومك. يوتيوب صراحه يمكن نطلع من القائمه وتعطيني شيء ثاني، لان اليوتيوب فعلا في القلب. اسم البرنامج لحظه شوي اقول له ما بيتواصل اجتماعي، كتب لي واتساب بو. يلا ها لحظه شوي بو بنسولف عنه. يقولون افضل تطبيق. لحظه عاد اسكتوا شوي بس دقيقه. شكم يهال والله بس ما تبي تقولون صح انتوا يهال. خلني اثبت الجمله ذي. لا شيني انا هذا شيء. لا رجع لي على الاول. ايوه هذه يا. يقولون افضل تطبيق بو. ليش؟ تفضلوا حد يشرح لي، حد يفيدنا، حد يفيدني ويفيد ال 4000 شخص واللي بيطلع راحت عليه. خلينا نسمع شنو التطبيق ذي يا الربع. يلا اكتبوا رجاء اكتبوا. يقولون في الشات جي بي تي. طبعا الشات جي بي تي اكيد سمعتوا عنه وايد، بس المهم انك تقول له اي شيء يجاوبك. مال محل وقاعد ينافس جوجل، وجوجل اشكال بترجع في الساحه اكيد وبتسوي لها شات جي بي تي خاص فيها، يعني ما ادري. لكن شات جي بي تي في النهايه يقول لك شيء الخارق اللي يساعدك في كل امور حياتك حرفيا. التطبيق اللي بيوفر عليك وايد فلوس، التطبيق اللي بيوفر عليك وايد وقت، التطبيق اللي راح يدلعك ويخليك انسان مثقف اكثر واكثر. عباره عن افضل صديق يكون لك بو. شكرا عيسى، اعطاك افضل جواب. انا راح اكبشر الجواب التاريخي هذا، راح اكبشر الجواب هذا للتاريخ. نعم يقول لك افضل، عباره عن افضل صديق يكون لك. هذا التطبيق انا مو جاي اتكلم عنه لان انا ما افهم فيه ابدا. انا كتبت عشان انتم تشوفونه، بس لا يكون في اشياء شينه يا عيسى، لا تقول لنا لا يكون في اشياء شينه. التطبيق هذا كنا عندك رفيج يعرف كل شيء. لعبت علي والله العظيم، لعب علم سماني. اعطاك كومنت قوي ولكن ينقصه شرح. الكومنت قوي لكن ينقصه شرح. ليش؟ ما في مثل الانسان يا علي. لحظه شوي، ما احس ان خاطري احط موسيقى تحزن وكذي وخاطري اعيش الجو. ما في مثل الانسان يا علي اللي تكلمه ويرد عليك ويقول لك ما اعرف ويقول لك اعرف ويبحث معاك
ويعطيك مشاعر وينصدم معاك ويستغرب من سؤالك ويستفسر ويحس فيك. الشات جي بي تي ما راح يبدلنا عن البشر يا ناس. الناس غير. ادري ان في ناس املغ من الشات جي بي تي وما ودك يعني ما تطق وما تبي تشوفهم، بس لا يا جماعه، لا طبعا. علي المسلماني خذ بلوك، تخيل. ايش فيني سويت وزير الدرع. احسن تطبيق انستغرام. بقول لك انت جاي متاخر ورب الكعبه بالجهاز، ترى تعرف جربت الضربه اللي تكون هني مو بالضرس دي، هاي الضرس دي هذه ما تك عليه ضربه جهاز من قبل بالغلط وانت تلعب مثلا مع اخوك شيء، يقطع عليك جهاز السوني هني. الضربه هذه اللي تحس فيها في قلبك. قاعدين نسولف عن التطبيقات اللي ما فيها تواصل اجتماعي. تواصل اجتماعي ناهي. يا اخي ركز على موضوع التطبيقات. لا كابتن، شكلك امس متابعني. اذا امس متابعني يمديك تطلع ويمديك تتعلم على اسلوبي. انا ادش في 1000 موضوع في الثانيه الواحده. حلو، لازم تستحملني. جوي غير ترى أنا، يعني في سناب غير، لايف غير، انستغرام غير، تيك توك غير، تويتر غير، يوتيوب غير. هني لازم تستحملني كابتن. للحين تلعب كلاش؟ لا طبعا سحبنا من اللعبه دي. يقول لك شنو؟ زين ابو عابد، ايش رايك يوم اجلس معاك اشرح لك انت ومتابعينك هذا التطبيق الخرافي؟ والله نتشرف، والله نتشرف يا الجوكر. باذن الواحد لحد نختار لنا يوم ونشرح هذا التطبيق الخرافي اللي راح ياخذ منا اقوى اعلام في الدنيا، وان شاء الله ان الناس تستخدمه استخدام ايجابي وناخذ من وراه اجر. تطبيق فودو اكثر شيء استخدمه. ليش؟ يلا غير التطبيق. انبن هذا الذيب انا شكلي صدقته. يقول لك تطبيق فودو. شنو هو التطبيق؟ ما ادري. mc4.i. رجاء اكتب، رجاء علمنا وانت تعلمنا. خلني بس احط الزيت لاني مؤخرا جاتني هديه زيت for my beard. you see that? oh that oil for the beard. تسوي كذي تحافظ على اللحيه على اساس وشو تكون امورك طيبه ان شاء الله في العيد. يا اخي والله العظيم اللحيه بشتاق لها. يعني انا دائما اقول بحلق في العيد لكن شكلي بخليها. تنفعك ترى في السفر والله، في اوروبا تعطيك جو شوي. يعني تحس اللي كان بيبوقك يعني اللي بيبوقك بدون لحيه احتمال كبير ما يبوقك لما يشوف اللحيه. احتمال كبير ان اللحيه ممكن انها تصده، تحسسه ان انت جامد وانت ما عندك شيء، كلش ما عندك شيء. لكن حاجات تعطيه شعور كذي، فهمت؟ تخيل انت مسافر مثلا، تخيل معي بذمتك، تخيل معي هاي شكل واحد بتبوق منه شيء. ارجوك جاوبني. لحظه شوي بس، لحظه شوي. تلوموني انتم هالستايلات اقول لكم تنفع في السفر، تقولون ليش؟ الحمد لله ما صارت لي ولا يوم، ولله الحمد، وان شاء الله ما تصير اي حاله سرقه. وانا عشت وايد يعني ايام الدراسه سواء في امريكا ولا في لندن ولا. تفضل، حد يقدر يسوي لك شيء؟ حد يقدر يتهجم عليك؟ يا اخي اصلا يبين ان عندك ريال. شكلك شكل واحد بايق النظاره. سي اميغو سي فالي سي بردون البيترون. حلو. تطبيق فودو. شو يقول تطبيق فودو؟ اللحيه مصبوغه؟ لا كابتن والله مو بستاندر 2009 ترى. شو الكلام هذه؟ لحيه مصبوغه انت جاي تشتريها؟ باقي تطق عليها والله. لحيه مصبوغه يا شيخ؟ لا والله يا شيخ توي مطلعها قسم صار لي سنتين شي وكاله ان شاء الله ما في صبغ. غلطان تجيب سؤال غلط. يعني مثلا ما شاء الله الغافري اللحيه جميله، شلون تحافظ عليها؟ لو كنت اصبغ كنت بقول لك صح؟ ايه. فانت احرجتني شوي، تحرجت. المفروض اصبغه. حرام عليك. كم ذي؟ ودل كم؟ المهم عبد الله عندي امتحان، ادعي لي بالفراغ نجاح. شلون يعني؟ والله شوف انا يعني نفسي ادعي لك بس مش قادر. اقسم بالله مش قادر. بالاختبار بل فراغ ما في اللغه العربيه ما فيها هالشيء. ما فيها بالعامي عندنا بل يعني غلط. باء تشبكها على طول مع الالف، على طول مع الالف. بالنجاح على طول مع الالف. بالنجاح نعم على طول. بالفراغ ادعي لك بالنجاح. مصيبه. اوكي كلام طيب والله يا الجوكر. لا صراحه اقوى اعلان سويت انت حق بو. اي والله. she my beard. I'm gonna leave my beard for Germany.
اكيد حلقة افضل 10 لاعبين حاليا. والله قاعد يصور مسكين محمد، صح؟ وين دخل هو اللايف؟ مسكين عنده تصوير. اقول لكم توقعاته، احرق الدنيا، احرق الدنيا ورب الكعبة، احرق الدنيا ورب الكعبة. خلاص لا ينزل حلقة. بحرق لكم بس توقع واحد، ترى توقع بنفيكا. على من؟ على الانتر. شوف، مع اني احب الانتر بس انا ضد، بس عناد ضد. انا اقول الانتر بيتأهلون. شباب شفتوا شنو؟ حابب ادخل بالسينما العربية، تقدر تساعدني؟ اولا كاتب بالسينما غلط، بالسينما غلط. شلون تدخل السينما العربية؟ والله ما فهمتك. شلون يعني؟ ترى مو شكلي شكل المنتج صح؟ تكفى شلون؟ ولا مخرج لبناني اسمه تاوني، في وايد شعر صوب كتفه، صح؟ يجيك شي شكله. يا حبيبي لاك 3 2 1 اكشن، صور يلا. يجيك شي وايد في شعر، فهمت؟ نفس الشيء. ادري اني وايد شكلي مخرج لبناني، بس ما اقدر اني ادخلك على السينما العربية لاني ما فهمتك. بدك صورة بروفايلك بالمسج الأقصى، هاي وش يعني؟ بزنس هذه ولا شنو؟ تبيع أنت الصورة الحين ولا إيش؟ يعني هل هي هدية ولا بيع؟ لأن إذا هدية الموضوع سهل، المفروض إنك تروح تصور الطرش اللي الله يجزاك خير، بس أنت شكلك ناوي تبيع الصورة عليه، إيش الموضوع؟ عبد الله نريد منشآت 2. لا كابتن، شكلك دارس شو اسمه؟ شيء التخصص راح من بالي يا رابع. شو اسمه ذي؟ الإعمار والتعمير. المهم عاد هندسة مدني. ايش دخل؟ نوريجي احسن تطبيق عندي. شكرا محمد، ولو انك تدري اني انا بعته، لكن شكرا ان انت الى الان لويل. افضل تطبيق عندك المفروض انه دبدوب. شو اسمه تطبيقك مال ملابس اليهال؟ يلا لا والله اوكي، يلا ما عندي مشكله، يلا اعلان ورب الكعبه اعلان. تخيل 3700 شخص، لو 100 شخص يشترون استفدت. يلا تفضل، يلا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. تطبيق اسمه ايش دخل دبدوب ذاك مال الالعاب. عيالي، تطبيق عيالي. اسف محمد، اسف. تبي اسوق لك، سوقت حق تطبيق ثاني. تطبيق اسمه عيالي يا شباب، ادخلوا الاب ستور وحملوه، راح تستمتعون. كل ملابس وكل احتياجات الطفل، كل شيء. يبي فاين الياهل صح قاعد يصيح، بتلقينا في تطبيق عيالي. شنو يبي؟ قولي لي. حفاضه صح؟ بامبرز، اعرف مهم، وايد مهم. موجود في تطبيق عيالي. تبي ملابس؟ العيد قرب، تخيلي تطبيق عيالي. نعم. كنت شاطر بالمدرسه صراحه. ايه والله كان ودي اكون صايع واقول لك لا يا عمي رب الكعبه ما تعديت نسبه ال60، شو السالفه؟ لا انا كنت وايد شاطر ولله الحمد، وانا وايد فخور بهالشيء. يعني ما ابالغ من الابتدائيه لين ثالث اعدادي ما نزلت عن ال90. اول ثانوي العيد اول ثانوي العيد نزلت وصلت يعني ما ادري 85 يمكن 84. هاي يعني العيد. في ناس يضحكون علي الحين يقولون ايش في ذي. المهم ثاني ثانوي بعد كان العيد يعني يمكن 80 81. ثالث ثانوي انها العوده يا شباب 90. انا ادري في بالكم ان اي حد في السوشيال ميديا انه غالبا يكون فاشل دراسيا، وهذا الكلام غير صحيح. احنا لله الحمد تخرجنا بنسب عاليه في الثانويه العامه، وبعدها انتقلنا الى الدراسه في امريكا كلغه. للاسف ما توفقت وما قدرت اني اجيب الايلز، فاضطريت اني ارجع قطر مره ثانيه. يوم توفى اخوي الله يرحمه خالد، فاضطريت اني ارجع، مو علشان الوفاه بس، علشان خلاص انا مو بمكمل يعني، ما جبت الايلز. فكانت خيره، رجعت الدوحه، وعقبها انتقلت الى لينكن مع احلى جروب ما شاء الله من اجمل الجروبات والله العظيم اللي كنت احسد عليها. الشباب طبعا ما بيذكر اسامي علشان ما انسى حد ويزعلون مني، لكن الجروب اللينكاوي يعني اللينكناوي، لينكن، كنا في مدينه لينكن. محمد العبيدلي، محمد النعيمي، محمد القاضي، اخو خالد، ابو شمس، لابو والله قلبه مطوعنا اللي غير فينا واثر فينا، خالد الهاشمي طبعا الروميت، حمد العمادي. شو السالفه الذيب؟ هاي شخصيه الذيب جايه منه، ترى لازم تعرفون في شخصيات انا اسويها في السناب هي جايه من الناس. شخصيه الذيب حمد العمادي ترى. شو السالفه يا ربع؟ ترى والله بترسبون. شو السالفه؟ يدش علينا يقول لنا شي الحيوان. يا اخي شويه احساس تكفى والله، حرام عليك يا اخي. يروح الملغ يدرس في الجامعه مع ربع الاجانب انه يعني شاطر، باطل الكتاب ويدرس معاهم، واحنا اللي قاعد نطالع فيلم سو. دخل حببت الشباب في فيلم سو مع الامتحانات، فكل شيء يدش علينا ترى كلكم بترسبون، يلا سلام عليكم. المهم وباقي الشباب سعد العبد الله، عزوز المحمد، بل والله اني بنسى ناس يعني فتحيه لهم والله. الشباب ما اعتقد في حد فيهم في اللايف،
ما شاء الله ما شاء الله اغلبهم تزوجوا ما عدا حمدون المحمدي. جسم محمدي تزوج، حمدون المحمدي ما تزوج، انا وهو يمكن الوحيدين اللي بقينا، وكلنا مواليد 92. شو السالفه مواليد 92 ما حد فيهم تزوج ولا شو الموضوع يا شباب؟ يا حبيبي رد خلصنا. ايش عنوان الحلقة الرابعة من تحدي المعلومات؟ السحر والشعوذة. السحر والشعوذة. الله يجزاك خير ويسعدك يا رب. نرجع لموضوع التطبيقات. طيب انتهينا من التطبيقات المفيدة اللي تنفعك في الحياة. على فكرة أنا أحب تطبيق اسمه إنشوت، بس علشان يعني على طاري اللي هو اللي يحب يعدل فيديوهات يركب فيديوهات وكذي، هو مش الأفضل ممكن، لكن أنا أشوف أن اللي تقدر تتعامل معاه، لأن أنا مش وايد فهيم في هالمواضيع، فأنا خذ يعني تطبيق على قدي كذي بس ممتاز، قاعد ينفعني وايد في الانستا وغيره. اسمه إنشوت شباب، إنشوت، كلمة واحدة. شلون نظام دراستكم بقطر؟ يعني كم سنة يلا تدخل الحياة الجامعية؟ اوكي اتوقع اني فهمت سؤالك. احنا طول العمر عندنا من الصف الاول ابتدائي الى الصف الثالث الثانوي. حلو. وفي بعض المدارس تقول اول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع، واتوقع اغلبهم صاروا كذي الحين. يعني الصف العاشر هو الاول ثانوي، وال11 هو الثاني ثانوي، وال13 هو وال12 هو الثالث ثانوي. احنا عندنا اللي ثالث ثانوي. اتوقع في بعض البلدان يمكن اللي رابع ثانوي عندهم، معقوله؟ اعتقد ايه والله. اكتبوا لنا يا شباب دام احنا مكس، خلينا نتعلم من بعض. يعني في دولكم كلها لين ثالث ثانوي او لين ال 12، وبعدها طبعا تدخل الجامعه. والقطريين طبعا دراستهم فور فري ولله الحمد في قطر، بالذات في الجامعات طبعا اللي تتبع الدوله، يعني مثل جامعه قطر، الجامعات اللي هي الحكوميه خلينا نقول، وتعتبر من الجامعات القويه على فكره. وانا دائما اقولها مع اني انا متخرج من بريطانيا ولله الحمد، لكن غلط اللي دائما يقارن المتخرجين انه والله اي متخرج من بريطانيا يشوفه احسن منك، رايح ودارس لغه وتعلم الغربه واكيد انه احسن منك. غير صحيح الكلام، هذه غير صحيح والله. مع اني انا دارس في بريطانيا، ولكن كنسبه وتناسب انا الحين بقول، لان طبعا في ناس تخرجوا من بريطانيا ومن امريكا افضل من الناس اللي تخرجوا من قطر، والعكس صحيح. ولكن كنسبه وتناسب، وجهه نظري كنسبه وتناسب، اللي تخرجوا من جامعة قطر لو بتحطهم كنسبة وتناسب مع اللي تخرجوا من بريطانيا مثلا، اللي تخرجوا من جامعة قطر نسبة الناس اللي فعلا شاطرين منهم أكثر، نسبة الناس اللي فعلا يقدرون إنهم يدشون in a hard work ويسوون الورك ويخلصونه، وناس قياديين أكثر، أو يعني خلينا نقول يعني فهمت، اللي مبلعوبين أكثر، هم اللي في جامعة قطر. نعم، لأن الجامعة شديدة وقوية عليهم. وحتى حزات يعني تدري نسمع حتى كومنتات سلبيه عن جامعه قطر، الجامعه اللي صعب تخرج منها، الجامعه اللي ما ادري وش. طبعا اي جامعه قويه او اي مكان كذي شديد في قوانينه او في بتلقى عليه كلام. لكن انا كشخص اوكي انا ما درست فيها، انا درست فيها والله طلعت كاني على طول، يعني ما مدى انا درست حتى في الجامعه الهولنديه على فكره. لكن جامعه قطر غير الناس اللي تخرجوا منها، يعني وايد ناس تخرجوا منها مسكوا مناصب مهمه جدا جدا في البلاد. يعني بغينا ندرس في بريطانيا لكن الله غالب. الله يكتب لك اللي فيه الخير يا اخوي، والله ما تدري ايش يصير لك اذا درست في بريطانيا، قسم بالله انت ما تدري الخيره وين. الواحد يحاول طبعا ويسعى يعني، لكن لا تتحسف. يا حليله شكله من اخونا من اليمن. نشتي تحدي المعلومات، اعرفها نشتي ترى شيك. عندي سؤال، سيارتك كهربائيه؟ والله بعد ما فهمت، يعني هل ستايلي يوحي ان انا سيارتي كهربائيه وكل يوم اتشرج السياره؟ يعني انت تشوفني وايد تقني لهالدرجه؟ غير صحيح، لا ما في رينج روفر كهربائيه، ولا فيه ولا حراج لو فيه ما ادري، بس لا مو كهربائيه. ايش الله لا يوريك. دراسه العراق اصعب دراسه في الوطن العربي والسابع عالميا. الكلام دي صحيح؟ دراسه العراق في رمضان؟ ايش دخل؟ صدق والله؟ انت ممثل صح؟ يعني هل ستايلي وايد يوحي اني انا اشبه وايد ممثلين الكويتيين مثلا؟ وصح انه دائما على بالهم اني انا كويتي بسبه اللحيه وكذي، انهم ما شاء الله اهل الستايلات في اللحيه، وقبل بالذات السكسوكه كل على بالهم كويتي، وهذا شيء يشرفني. لكن يعني يبين علي ممثل والله؟ لا غير صحيح. ترى انا مستهبل في اللحيه، يعني انا بس لو اسوي كذي ترى ترجع عاديه، بس انا معطيها الستايل هذه، اتحكم يعني اسوي اديت في نفس الوقت، فهمت؟ مو شرط اروح احلق وارجع، لا تقدر، فهمت؟ عبد الله، ايش عجب ما تسوون حلقة من برنامج تحدي المعلومات
عن حلقة بداية البشرية. لا أنت ناوي تدخلنا الطوفة شكلك. هذه المفروض تكون في دين وطين، مو بتحدي المعلومات طال عمرك، صح؟ أصعب دراسة العراق ده شكلك يوحي انك راح تحتسي القهوة مو تشربها. بحتسي ايش قصدكم يعني؟ مفطر انا. ايوه اسمع، واحد تكلم عن تطبيق يقول لك زي ترانزليت. طولت السالفة وهي قصيرة والله العظيم. زي ترانزليت هذا تطبيق يترجم لك من اليوتيوب، انا استعمله للدراسة. دقيقة اكتبوا عندكم تستفيدون والله. زد ترانزليت. انا قاعد ادرس في المالديف وباقي لي يومين واتخرج، ترى اهم شيء اذكره والله. انت قاعد تستهبل صح ولا صدق؟ والله ما فهمت، لانه يعني حسيت فله ممكن فعلا. يعني لو واحد عنده بادجت حق المالديف كذي قبل الامتحانات يروح ليومين يدرس هناك ويرجع. او ما دايم فكرة حلوة والله، بس بتضحي بسفرات ثانية يعني على حسب البادجت اللي عندك. بس تخيل لو انك طالب يعني وتقدر تروح المالديف في يومين تدرس بس وترجع. amazing. الو السلام عليكم. حج الفيزا الامريكية طلعت؟ ايه طلعت. افا عليك حمدان، والله اني ما عرفتك، توني مركز على اليوزر نيم. طبعا طلعت في يوم وليلة. تكفى في يوم وليلة. مقابلة انا كنت مسويها قبل بس ما سوي، يعني حطيت جوازي في رمكس ورجع لي الامور دلع. متى بنروح؟ ما ندري. تابع الدوري السعودي؟ لا والله، بس احب الزعيم هناك. سؤالي ليه ما رديته؟ يعني ما يصير تكتب يعني سؤالي ليه ما رديت، لا فوق، يعني السؤال راح فوق الحين انا ما شفته، فلازم ترجع تكتب السؤال من جديد. بس ترى صدق العراق اصعب منهج عربي وعالميا السابع، والله قوية. انا في امريكا، اذا جيت تعال لوس انجلس. جوك انا خاطري، انا والله العظيم في خاطري اجي امريكا، نعم، لكن ان شاء الله راح نرتبها. طيب نرجع لاهم برنامج عندكم. الحين احنا خلصنا من برامج الايش اللي هي البرامج العادية، الحين برامج التواصل الاجتماعي. برنامج واحد بس لو قالوا لك فقط فقط هو اللي تخلي عندك، اختار. تيك توك، سناب شات، انستغرام، فيسبوك، تويتر. لا حرام واتساب ما بحطه معاهم ولا يوتيوب. اوكي اختار بين هذين: تيك توك، سناب شات، انستغرام، فيسبوك، تويتر. هذا الاول قال سناب شات وهذا الثاني قال سناب شات. لبوا والله قلبه، هاي شكله جايني من السناب اصلا، لان انا من محبي السناب طبعا. هذا يقول الانستا، انستغرام. هو المفروض ان الانستغرام يفوز، بما ان احنا في الانستا فاغلب الجماهير اللي موجوده حاليا هي جماهير الانستغرام. يعني اهل السناب الحين اللي راقدين او اللي ما يدرون عن اللايف للاسف، مع اني قلت لهم حياكم من شوي، لو كانوا موجودين هم اتوقع راح يكتبون سناب. ما اتوقع، ما ادري ايش احس فيه هوشه بينهم. يعني انا ترى طبعا هو العدد مو بعالي اني اقول السالفه هذه، خاطر اقولها حق الكل فعلا، ان انا ترى اعتبر حرفيا للاسف مو بمعطي الانستغرام حقه، بالذات في الستوريز. يا اخي حياه وضغط وشغل ويا دوب تصور سناب وخلاص وانسى، لدرجه ان ادري لو اعطيت الانستا ستوري حقه ترى راح ادخل فلوس اكثر. يعني معليش يعني حتى لو بتكلم عن بارت الفلوس، نعم لو انا اهتم واعطي من وقتي اكثر في الانستا ستوري راح ادخل فلوس. انا اعلاناتي ترى سناب، انا اعلاناتي سناب شات، بقولها هني يعني مو بشرط حتى تسالون المنسق. انا اعلاناتي سناب شات فقط. خلي اليوتيوب، في يوتيوب طبعا، لكن المقصد انه بين السناب والانستا ما في شيء عندي اسمه اعلان في الانستغرام، ما في. نادر، ما اتذكر متى، يعني يمكن اذا كانت شركه كذي وفيها بوست خطير ما عندي. يعني حتى الانستا ستوري من فتره طبعا ما خلاص، بس احط يعني حتى اقول له لا اخوي لا تدفع حق اعلان الانستغرام، انا اوريدي بعطيك منشن. انا شو اسوي؟ اذا قال لي مثلا، طبعا ما انصح حد يسوي مثلي، كيفكم، هو على حسب وقتك. بالعكس حتى دائما انا يعني اغبط وليس احسد. اغبط التوأم العماني ما شاء الله عليهم،
كل واحد ماسك شيء، هاي ماسك الانستا، هاي ماسك السناب، وايام العكس. فهني عندهم محتوى في الانستا في الستوري، والسناب محتوى ثاني، او حتى لو كان في نفس المكان لكن كل واحد بطريقته، شيء واو. فتخيل لو اقدر استنسخ نفسي، ورب الكعبه راح ابدع اكثر في الانستا بدون ما احلف. انا في الانستا الحين 2 مليون مينيموم، بعطيه وقتي، بفكر في بوستات وبسوي I'm not يعني. ف صار الواحد بصراحه بيني وبينكم شوي يفكر شوي في راحته صراحه. يعني انا ادري ان تجيني حزات، اوكي اقدر انزل في الانستا، لا لدرجه ان انا قلت حتى الاعلانات ما في الانستا، خلاص هي في السناب. وانا بحط بوست واحد في الانستا وبقول حق اهل الانستا ترى اللي مهتم في هذا المشروع. طبعا هالشيء انا شيء اخترعته بس للعلم يعني الناس يمكن تقول يا اخي حظه شلون شيء عارف شلون دارس الموضوع. لا، انت مشي السوشيال ميديا مالتك مثل ما انت تبي، مثل ما انت تبي. يعني صح انه في اساسيات من صوره البروفايل، تكتب في البايو، تهتم شوي في الهايلايت، تخليه موجود بشكل ما، في اساسيات. لكن انت كيفك شلون تصور شلون ما تصور في النهايه، بس خليك مؤمن بالشيء اللي تسويه، ولازم شيء تحبه، فاهم؟ فانا دريت ان الانستا ما اقدر عليه، الانستا ستوريز ما اقدر، اللي اسويه في سناب اسويه هني ما اقدر. حتى نلاحظ متابعين الانستا ملوا، تعبوا مني وانا اقول لهم حياكم السناب، حياكم السناب، حياكم السناب. وانا اللي يدشني انستغرام يقول يا اخي ما تصور كل يوم، لا انت مو ضايفني سناب، انا اصور سناب. حتى سناباتي خفت لان خلاص يا ربع طقينا ال 31 ودخلنا في عالم البزنس بزياده وسبحان الله. وتزيد الهموم ترى، يعني مو بهموم انه سلبيات، لا هموم انه في هم في مخك تبي تخلصه. فمهامك، سوري يمكن كلمه هموم غلط، مهام الحياه زادت وايد، مش مهامي انا بس، يعني خلاص صارت في مهام اكثر، سواء للعائله، سواء للاصدقاء، سواء للناس اللي تعرفهم، سواء لك، سواء للبزنس، يعني وايد اشياء. عاد هني طبعا عاد يبدا الزعل، واللي يزعل عليك، واللي يقول لك ليش ما رديت علي، واللي يقول لك ليه. يعني تخيل يعني وين تلقاها الناس اللي على بالهم ان حياتنا سهله، او هالنوع من الحياه شيء سهل. الله والله مستقيل من دوامه مرتاح، ما في احد مرتاح، لا ما في احد مرتاح، كل واحد معه. لا حد يقول لي صايم انا بحط موسيقى، وهالكلام ما في شيء، كانه شعر. كل واحد معه همه على قده. اي والله كل واحد معه همه على قده. يعني شوف اللايف، من متى انا ما فتحت لايف الناس كانت تشتاق. انا كنت افتح لايفات حزتها المتابعين او المشاهدات كانت 300 400 شخص، وكنت اعطي بكل ما اوتيت من قوه. كنت احب اللايف فعلا ولا اهتمت في موضوع المشاهدات، والله 300 400 شخص. واللي كان حزتها يمكن يتذكر البدايه عقب اللايفات كانت توصل جو، والله جو. لكن بقول لكم السر يعني هو مو بسر، لكن اللي انا سويته باختصار في هالحياه ان ما مسكت شيء واحد، حاولت اني امسك شيئين. اتكلم طبعا عن الحياه الحين، الحياه نفسها. يعني شلون الواحد حياته تصير اسهل؟ لازم يحط حق نفسه دخل اضافي. الدخل الاضافي ترى مو بله هو بس، والله العظيم مو بله هو يا جماعه. الواحد ما يدخل حياته الثاني وما حد يدري. يعني ترى في اهتمامات، في اشياء يعني فعلا مكلفه حولك، وفعلا يعني انت تحاول انك تساعد حتى قد ما تقدر. تحاول واحد والله ما يحب يقول هالكلام ابدا ابدا ابدا، لكن انا دائما اقول يا رب يعني على قد ما ترزقني، على قد ما ابيك تزيد حب اني اتصدق، وتزيد حب اني اسوي اشياء زينه، وتزيد حب اني يعني فهمت، ما ابي انسى، ما ابي هالشيء ينسيني شيء. لاني انا من ايام ما كنت في الدوام وراتبي 30,000 وكان يصفالي منه، كنت متعود اني يعني اساعد بشكل ما اساعد. طبعا الحين الناس يمكن في حد صادم موقف معي، او ناس صادتهم مواقف معي ان طلبوني شيء يمكن وما اعطيتهم، والحين يمكن يقولوا عني كذاب. يا جماعه الواحد ما يقدر يكون سوبرمان، نو واي تكون سوبرمان. يعني اذا في دول وما تقدر تدير بالها على كل شعبها، فانت هذه سبحان الله الواحد حزات يشوفك انت والله مثلا بدايه خير وبدايه نعمه او شيء ويطلبك، وبالعكس والله من عيوني. والموضوع مو بس فلوس على فكره، الموضوع اي نوع من انواع المساعدات. احنا الحين في تاريخ وعالم السوشيال ميديا تدرون ان في اشياء يمين ويسار، وتعال وسو وساعد فلان وسو حق فلان وانشر رابط فلان واحضر المكان الفلاني. زين هلي مثلا بيكلموني والله رفيجتي عندها محل، زين اخوي بيكلمني والله ولد رفيجي ترى مسوي مشروع ممكن، وغيره. هذا الشعور روعه. اولا قبل كل شيء هذا الشعور روعه، ولله الحمد ولله الحمد. شعور ان حد يطلب منك ولا ان انت اللي تطلب، اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله. ما حد له فضل على نفسه ترى، وانا سويت انا، لا، ربك لو ما يبيك تسوي ما بتسوي ترى. بس انا دائما اقول واللي انا مؤمن فيه ان في نيه في داخلك، في نيه
وفي شغل وفي احسان وفي يعني انك تخاف ربك وفي انك فهم في اشياء كذي هي تكون لك مستقبلك والله. ف ان شاء الله ان الناس يعذرونك دائما، وان شاء الله انه يعني دائما يعني اي شيء في الدنيا ترى ايجابي وسلبي، ترى اي شيء في الدنيا ايجابي وسلبي، بس انه يعني الواحد يحاول قد ما يقدر انه يوضح حق اللي حوله. صادق فعلا عبد الله ساعدني كيف انام. لا يعني انت تشوف ان انا الحين راقد مثلا الساعه 5:30، انت تشوفني راقد، زين خل اساعد نفسي. متى تتزوج؟ ما ادري. حلو المزح ويكون البرنامج ايش؟ وايد المزح ترفيه احسك ايش؟ واحد يقول ان المدح زاد على المعلومات، يعني فهمت اوف والله معلومه نار، يقول والله معلومه جي، يقول انه صار اوفر مثلا في تحدي المعلومات، مع انه غريب انا ما اشوف انه صار هو اوفر، لكن هو ما صار اوفر. انت يمكن ما ركزت المواسم اللي قبل تقريبا ترى نفس الاسلوب، يعني من الحلقه الاولى واحنا انه هو معلومتك شو. وعلى فكره في ناس العكس، تخيل ان في ناس يقولون عكس كلامك، انه لا يا اخي حزات تظلمون معلومات بعض. الحلقه الاولى اللي في السينما اخبر زعلوا على محمد عدنان، شلون ضربت معلومه عبد الله الفلانيه وشلون، وهاي الشيء الحلو ترى، هاي الشيء اللي احنا نبيه. فانت لا تاخذها تو سيريس انه ظلم ولا مدح ولا، اتس اور بروجرام، اتس اور فاكينج بروجرام. وي ديد ذات شيت. ما في ترى ما في شيء على راسنا، ولا في منتجين ولا في ما ادري ايش ولازم تقول كذي ولازم تقول كذي. فحط في بالك انه اتس اور بيبي، يعني احنا حرفيا تحدي المعلومات، تفضل استمتع، ذيس از اس. ولك مني وعد لو اي حد بيجيني او اي شخصين بيجوني بيقولوا لي عبد الله ممكن نسوي تحدي المعلومات احنا اثنين، وحبينا الفكره وخاطرنا نسوي، والله العظيم لا اساعدهم بالاسم والشعار والموسيقى والهويه وكل شيء، وبالعكس خلي يسوون. يعني لو فكره البرنامج تتكرر حزتها انت بتروح تشوف اي حد ثاني، اتوقع انك راح ترجع لنا، مو لان احنا الاحسن، لا، لان هي فتيله كذي احنا بديناها خلاص. حتى لو كان شيء مو لا نبي كذي نبي كذي. فعشان كذي الارقام تخرع حبيبي، الارقام ولا الحمد تتخرع. ليش؟ لان خلاص هو الرتم هذه اللي نبيه، فهمتني؟ مع انه بالعكس عندي حلقات بالهبل احنا كنا هادين فيها، هادين يعني اتذكر مثلا في الموسم الثالث كان في حلقات فيها هدوء، بس عقب مع الوقت عشان بس اوصل لك الفكره، يمكن انت من النوع اللي تشوف البرنامج بنفسك، دائما اللي يشوفون البرنامج بنفسهم او يمكن على الجوال حتى يحس بالشعور ذي اكثر، لكن اللي يكون قاعد في جروب حتى لو اثنين 2 3 4 5 وحاطين البرنامج على التلفزيون، او ما دايم، هو فعلا اجواء برنامج تلفزيوني حرفيا. لا وبشرك سينمائي. ما ادري اذا في حد من اللي حضروا السينما موجود في اللايف، لكن تجربه السينما ما راح ينسونها، كانت روعه، مع انه مو بالكاميرات هذه، مو بالتوب ترى ولا الاصوات توب. الحين ان شاء الله بتصير توب اكثر في الموسم الرابع على فكره. احنا ناويين ننقلها للسينما طبعا مع وجود اليوتيوب. انا اشوفه لوحدي والله مره حلو، واذا مع احد احسن. على العموم طبعا كل كومنتاتكم السلبيه احنا نسمعها، لدرجه انه يعني من الكومنتات السلبيه كانت على موضوع الكذبه، ان عبد الله ترى لا احنا وايد نحب البرنامج وما نبي كذبه، خلاص ما نبي كذبه، خلاص نبي نستمتع في كل المعلومات. يعني نادر اللي كانوا مع الكذبه، يوم راحت الكذبه لعيون الناس، ولان فعلا احنا بعد حسينا انه خلاص. تخيلوا انه وايد ناس قالوا رجعوا الكذبه، طبعا هالشيء مستحيل يصير. انا صار وايد صارم في هالشيء، وايد صارم انه ما تتغير اساسيات البرنامج كاساسيات، يعني الاساسيات ما راح تتغير، فالكذبه مستحيل انها ترجع، نو واي. واعتقد الكذبه كانت فكره محمد عدنان المفروض، عشان بس ما حد يقول بكت كريدت او عز باقي كريدت، لا محمد عدنان راح. شوف عشان تحفظونها انتم دائما تنسون فكره ان انا ومحمد عدنان نسوي برنامج واحد، هي فكره عز الدين، عشان تفرقون دائما تسألون هالسؤال. فكرة ان انا ومحمد نسوي برنامج واحد، ركز، الفكرة العامة هذه هي فكرة عز الدين. فكرة تحدي المعلومات هي فكرتي انا، وهالشيء مكتوب في القناة. اسلوب تحدي المعلومات، طابع هوية تحدي المعلومات هي محمد عدنان. عشان بس ما ترجعون تسألون السؤال مرة ثانية، ارجع اجاوبكم مرة ثانية. صاحب فكرة ان انا ومحمد نسوي برنامج واحد هو عز الدين. صاحب فكرة تحدي المعلومات هو انا. صاحب هوية، يعني هوية البرنامج مو بالشعار، لا الشعار أنا سويته والاسم وكذي، خلوا هاي، ما أتكلم عن البراندنج الحين يا هلا براندنج، أنا أتكلم عن الهوية، شلون طلعت، الحماس اللي في البرنامج وطريقته. محمد عدنان اللي غصب مو بطيب، يعني هو ما اخترعها ترى،
because this is him اصلا يعني. فسبحان الله انا رجعت ايام الخوالي في السناب، لان السناب كان مالي دائما في صراخ وحماس وكذي. الحين يمكن للحين موجود لكن مو مثل قبل، فرجعت احس اكثر في هالبرنامج، والحمد لله في توليفه طيبه. شوف هاي واحد مثلا ما يحب الصراخ يقول ليش ما تقولون الصراخ وانتم تقولون المعلومات؟ ان شاء الله من عيوني ان شاء الله. خلاص لك مني الصراخ بس في كلمه فوق فوق فوق. بس والله ما تدري كم مسج يجيني يقول لي قسما بالله بعض معلوماتكم تقولونها تينا قشعريره مع الحماس اللي يصير. ترى هو تمثيل في النهايه، انت قاعد تمثل، هو تمثيل. انا اذا بقول معلومه، الحين انا قاعد اقرا معلومه، خليني اقرا الكومنتات كانها معلومه. هل تصرفون كثير فلوس على برنامج تحدي المعلومات؟ هل تصرفون كثير فلوس على برنامج تحدي المعلومات؟ هل تصرفون كثير فلوس على برنامج تحدي المعلومات؟ شوف شلون الكلمه هذه، كل جمله فيهم الحين اللي انا قلتها لها جوتر. هاي لها برنامج، هاي لها برنامج، هاي لها برنامج. هاي البرنامج تحسه حواري كذي بس يعني، فهمت؟ ظلام شوي. هالبرنامج تحسه كذي. فاحنا خلاص هاي اسلوب تحدي المعلومات، فهمت؟ هل شفت كذي، فهمت؟ هاي اللي لان هو تحدي، هو تحدي في النهايه. هو عشان الكلمه تكون هو تحدي. ترى انا ما قاعد اكلم الجمهور، انا لو حاط الكاميرا كذي وقاعد اصارخ على الجمهور ممكن تحسون في شيء غريب، بس لا انتم لو تفكرون فيها فكروا فيها. انا قاعد اصارخ على محمد، اقول له معلومتي، انا ابيها تدش مخه، اقول له فوق، اقول له كذي. انتم لازم تستوعبون. وطبعا هالشيء انا ما انكب عليه. تدرون البرنامج لو يكمل 7 سنين ان شاء الله يكمل، انا ما ادري، لكن الحين يعتبر كمل سنتين، خلينا نقول لو يكمل 7 سنين 8 سنين it's gonna be something like a medal. شيء خلاص تحسه من ذهب او من الماس ثابت. يعني دائما اضرب المثل في من سيربح المليون. خلاص هذه طريقته، هذه طريقته. لو راح سال الاسئله برا، لو خلى الطاوله من ذهب ما ينفع. خلاص it's like this, that's it. الله يجزاك خير. على فكره بعض اللي ينزعجون من الصراخ، انا اسف بس اعتذر ان تلفزيونكم مو بشيء. والله العظيم يمكن تستغربون من هذه. انا شفت البرامج بجميع مراحله، يعني شفتها بالايفون، شفتها بالايباد، شفتها بالتلفزيون عادي هاي مال الفنادق هذيك الصغير، شفتها بتلفزيون احسن، شفتها بتلفزيون وايد حلو نفس اللي عندي، شفتها بتلفزيون نفس اللي عندي مع سماعات. والله العظيم كل واحد فيهم جو ثاني. على فكره شوف المقارنه الغريبه، شوف المقارنه الغريبه. متعه التلفزيون الكبير مع سماعات في الجروب، ركز، هاي المتعه التوب. انا عندي المتعه التوب، تشوفون البرنامج بالمتعه التوب، بعدها تقدر تلومني على اي شيء في البرنامج بعدها. طبعا ما اجبرك تروح تشتري شاشه وكذي، لا، بس انا اقول لك عشان تطلع للكواليتي مال البرنامج، حتى الصرخ ما يكون، ما بتحس بذاك الازعاج. سماعه مال امها حل، سماعه كذي عريضه تنحط قدام التلفزيون، والتلفزيون يكون ان شاء الله انه ال جي او شيء قوي، وقاعدين جروب. افضل مرحله بعد تسكر شوي الليتات، افضل مرحله تشوف فيها البرنامج. جربتها اكثر من مره، حلو. اذا بنفسي مو بشرط تلفزيون كبير ولا شيء، لا، بس ارجوك مو بايفون، ايباد على الاقل، ايباد. واذا بتحط سماعه احسن واحسن. وايد ناس يطرشون لي وهم في القطار، اللي في اوروبا وكذي يتابعون وهم مستمتعين يعني. بس اوقات نعم والله العظيم كلامكم صح. خلها بس اعطي بلوك، لان على بالي انه واحد من الربع سابني وقال لي رد. انا ترى يعني لا تزعلون مني، وهذا والله مو بكبر، لكن ما احب اللي يطيح الميانه بالكلام العيب في اللايف، ان على باله واحد من الربع. لا، مو علشان انا طيحت الميانه وقاعد تضحك واسوي لك كذي تروح تقطع علي كلمه، لا، تنضرب بلوك، تنضرب بلوك. ولو تشوفني برا يعني لا تسلم احسن، لانك لو سلمت بقول لك انا ما سكت بلوك لانك قليل الادب، فلا تسلم عشان ما تنحرج. لقد صنعت لعبه طاوله تنافسيه بين اثنين، ارجو ان تجربها انتم محمد عدنان، راح تستمتعون فيها كثير. والله يلا احنا نحب الالعاب هذه. يلا اكتب لي على الخاص وقول لي ايش هاللعبه ذي. نور يا محمد قاعد تكتب انت؟ ليش يكلمونك وانا ما اشوف؟ بس ممنوع الكلام والحوارات الجانبيه، تركيز شديد عشان كل ثانيه فيها معلومه. الله عليك. طبعا راح احكي كلام عميق على قولة محمد. البرنامج من كثر ما فيه تفاصيل، نعم البعض ممكن يشوف انه مزعج، مش كصوت. التفاصيل اللي فيه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني عادي اقول حرف واحد يا الله يطلعون التيم المغربي لشيء ويرجعون. يا ناس التعب هذه فعلا لما نقول اسبوعين 3 الشغل على الحلقه الواحده، فقط جرافيكس، فقط جرافيكس. فالبرنامج وايد صعب لدرجه ان في ناس تشوف الحلقه مرتين وثلاث وتقول والله العظيم نستمتع في المره الثالثه. مش مجامله، والله العظيم انهم صادقين. ليش؟ لان انا اقسم بالله انا اشوف البرنامج حزات، اشوف الحلقه مثلا مرتين. ترى نادر اشوف الحلقه مرتين، انا ولا مره شفت الحلقه مرتين الا في المواسم الاولى بصراحه.
الحين للاسف ما ادري، يمكن عشان الوقت، يمكن عشان ما ادري، لكن كل ما اشوف الحلقه مرتين يا اني اكتشف اشياء تضحك والله ما كنت ادري عنها يسوونها التيم المغربي وكذي. يعني برنامج وايد في ديتيلز، وايد لازم تسكتون وانتم تتابعون. لا يعني شيء، في حد كتب شيء بس ما ركزت. المهم انا اسمعها بسماعات بس وقت الشغل وبستمتع وبنسجم. برنامج جميل ومميز، الله يجزاك خير، تسلم. وترى ارجع اقول والله العظيم نسمع كومنتاتكم، والله العظيم نسمعها، بس المشكله اللي انتم ما تدرون، اللي انتم ما تعرفونه، ان يمكن اكيد اللي سوى برنامج بيعرف، او حتى اللي عنده محتوى سناب بيعرف الشيء ذي، او اللي عنده محتوى انستا، او اللي في السوشيال ميديا بشكل عام. حط في بالك اللي تكتب هالشيء ما عجبني، في احتمال كبير وهو الواقع ان اللي عاجبهم اكثر بوايد. انت تدري انا عشان امشي على كلامك كم واحد راح ازعل؟ وانت تدري ان انت اللي قاعد تقوله اسهل لي اني اسويه. لما اللي يقول لي مثلا والله خفوا الجرافيكس، اللي يقول لي مثلا خفوا الدقائق لا تسوون البرنامج ساعه، اللي يقول لي خلوا المدري ايه، قاعد تسهل لي. يعني سوري، مع احترامي انت والله ما قاعد تقول لي شيء جديد. I know this، بس we believe in this، ان هني التميز الاكثر متعب اصلا، بس هني التميز الاكثر. اوقات تطلع يعني حتى في مجال الاغاني يطلع لك فيديو كليب مينون وتحس فيه اشياء غريبه. for the marketing it's the right thing. حق الماركتينج والتسويق الغريب هو الافضل. فما بالك ولله الحمد احنا قاعدين نسوي شيء تحسه جديد وشوي تحسه مزعج وتحسه، بس في نفس الوقت ما في مثله، ما في مثله. يعني ترجع له، ما ردك ترجع له في يوم، ترجع له. هو يبي له جو ترى في النهايه جماعه، يبي له جو. اي برنامج ترفيهي في الدنيا، ما بالك ترفيهي ومعلوماتي وكذي، يبي له جو. لازم انت تكون يعني نفسيتك حلوه طيبه. يعني شو اقول لك، ان شاء الله ان المهموم حتى يستانس معانا، لكن المقصد في ناس تتابع برنامج وهي مشغوله احدها وتطالع يحظى يا اخي مشغول. وانا عشان كذا اقول لكم انا والله العظيم حزت ما اشوف الحلقه مرتين لما اكون افضل حق الامور الثانيه. يعني يلا خذها، يقول لك لو تخليها 3 ساعات بعد بيكون احسن واحسن، هاي يقول لي 5 ساعات. يلا اللي يقول لي كل يوم ابي حلقه سماشة. شباب خليني اقول لكم عن شيء عجيب قبل ما اسكر اللايف على طاري البرامج ويستاهلون التسويق في اللايف. بكره ان شاء الله نتيهم مكالمات منكم يلي ساكنين في قطر. اللي ساكنين في قطر الحين يركزون معي، يمكن اول مره اسوي اعلان في اللايف، ايش دخل؟ بس طلعوا علي والله اني حد الحين ما سويت لهم في السناب. انا مره قلت منور عزيز بعد من الناس او من اول الناس اللي انا اتابعهم في الكويت، ويوزره وايد مميز، اي زد ما قابلته في حياتي لكن احب محتواه وحتى ريحته حلوه. اسمعوا، في برنامج انا كنت ابيه ما كنت ادري شنو اسمه، سالفه عبط، لا مو بعبط انها تضحك بس ما لها حل. انا ابي اسم البرنامج، ابي برنامج كذي بس ما ادري شنو. ذاك اليوم صورت سناب قلت يا جماعه انا تعبت، كل يوم اقوم من الفراش، الغرفه اللي انا جددتها، فانا اقوم من الفراش عشان اروح اشغل ليت، ارجع اقوم مره ثانيه عشان اسكر ليت. لا الامر مزعج، انا مو بكسول، انا اروح الجيم كل يوم صاير. لو سمحت احترمني ولو شوي، احترم شوي احترم اللحيه. صرت اروح الجيم، انا مو بكسول، لكن طلع الموضوع طلع الموضوع وايد مزعج. اقوم اسكر ليت، اقوم افتح ليت، اقوم اسكر. يا الله زي ابى افتح المكيف، الزر مو بحذاي، فهمت؟ الزر مو بحذاي، اقعد ادور على الجهاز. صورت سناب وقلت نولوجي ستور رجاء، طبعا هو مو بنولوجي لكن انا لازم اذكر السالفه كلها. نولوجي ستور رجاء خذوني، ابي اسوي السوالف هذه الالكترونيه. نولوجي ستور عندهم شيء حلو، عندهم مساعد فوزان منور. نولوجي ستور عندهم شيء حلو. مساعد فوزان الف مبروك على اللعبه، الف مبروك على اللعبه اللي نزلتها. والله العظيم انك تفكر ورب الكعبه واسال الشباب، بنفكر من زمان نسوي لعبه، حتى كنا دائما نفكر نسوي لعبه الكترونيه ولا نسوي كروت ولا نسوي. والله انك شاطر وبتفهم وحبيتك لانك بديت في مجال البزنس من هالصوب. عقبال ان شاء الله ما تكملها وتفتح محلات، تقول امين. فانا كنت ابي ازراري الربع اللي تفتح يعني قريبه مني، فقال لي اللي في نولوجي ستور اقدر اجيب لك نفس الزر كذي تحطه من بعيد، تضرب في الجوال هو يسكر طق 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 طق، فهمت؟ قلت الله بيض وجهك اوكي. في نفس الوقت كلمني واحد ثاني ما قصر، قال عندنا كل شيء الكتروني بالجوال، فقلت هاي احسن. فرجعت كلمت نولوجي ستور، قلت معي العذر السموحه، طبعا ربعي هم، فقلت لهم العذر السموحه ان لا خلاص باخذ من الربع،
اللي كلموني الحين صراحه شيء واو اللي عندهم، شركه حلوه وشي وقال لي والله بالعكس والله يوفقهم. هذا اللي احبه في الويدجت ستور طبعا، يعني الله موفقهم علشان نيتهم صافيه دائما. فكان يقول لي بالعكس عطنا رقمه وخلينا نتواصل معاه وخلينا نسوي بيننا وبينه نفس الديل، على اساس ان نقدر نبيع من صوبنا حتى المنتجات اللي عندهم. واحب انا هالنوع من التعاونات. anyway جاني ذيب البيت يا جماعه، كل شيء اتحكم فيه في الغرفه بالجوال. اللي بيقول لي قديم راح ازعل منه، لان ادري اني قديم، لكن خلني اشتطش وخلني اخذ راحتي. وفي ناس الحين ما سووها فخلي يستفيدون. تفضل. لحظه شوي ها. تفضل. تطبيق ها. سكرت الليتات كلها. تفضل. ايش رايك؟ شي صار بوز كنا؟ ها صار بوز ولا ايش صار؟ اليكسا تسوي بيتك ب 2000. اسمح لي انا ما احب، والله ما احب. شيخنا محمود الحسنات دخل يا جماعه، يعني لازم ما نغلط بولا كلمه علشان ما يدعي علينا وهو صايم. منورنا شيخنا والله. قاعدين نتكلم عن موضوع التطبيق اللي قاعد يسكر ويفتح لي كل شيء في الغرفه وانا مرتاح. تبون تستفيدون اسمعوا معاي اللي عايشين في قطر، اوكي؟ وايد انقذني يا ناس، وايد انقذني. يعني لا، وركبوا لي قفل ذكي، ركبوا لي قفل ذكي. افتحها بالباسورد، افتحها بالكرت، افتحها بالتطبيق، اعطي تمبراري باسورد حق اللي يبي يدخل مثلا، افتحها واسكرها بالطريقه العاديه بالبصمه. تقدر الستاره، طبعا قلت لهم ما بالستاره، الستاره افتحها واسكرها بالجوال. وش عندنا بعد؟ هالشيء يقول شلون اتواصل معك؟ على بالي انا راعي المحل، على بالي قاعد اسوي اعلان. لا كابتن اصبر دقيقه بقول لك وين تاخذ الشيء ذي. المكيف تشوفونه ولا لا؟ مسكر صح؟ ها دقيقه شوفوا ها، اير كونديشن. ها شوفوا الجهاز، شوف. كأن الجهاز صار في الجوال. شوفوا اير كونديشن. لا تقول ايش دعوه انت كسول، ايش تبي في هالامور؟ والله العظيم شيء واو. شوف المكيف ها، شوف ما عندي الجهاز انا. شوف سمعت ولا لا؟ طيط اشتغل ها. شوف جوي شغل عدل، شغل عدل. ما اعرف كم يكلف، لا تسالوني هالسؤال، ما اعرف كم يكلف. زين اوف والله ترى كان حر صدق، كنت احتاج مكيف. المهم انهم ما قصروا، الله يبيض وجهك يا اسامه. طبعا شكرا لمحمد عدنان اللي قال لي عنهم. وش اللي صار؟ دخلوا على محمد في الواتساب وقالوا له الغافري قال كذي في السناب، فهو كتب لي فانا كلمته فهم جوني وما قصروا معاي. هذا هو الباب ينقفل كذي. حتى الادراج تقدر تضيف لهم نفس السنسر، اي حد يبطل الدرج يجيك نوتيفيكيشن لو انت مسافر. طبعا في ناس تسوي على بيتهم كامل، نادر اللي يسوي حق غرفته شباب. الناس تسوي اللي بيتهم كامل، يسكرون الباب، يفتحون الباب، يسكرون المكيف، يفتحون كله بالجوال. شنو اسم التطبيق؟ ما في، مو بسالفه التطبيق يا كابتن، ارجوك تفهمني، هو مشروع موجود في قطر. والله انهم يستاهلون، والله انهم يستاهلون الاعلان في اللايف. وانا دائما اقول تاثير اللايف اقوى من تاثير لو السناب فيه 100,000 مشاهده، ال 2000 ياثرون اكثر. تخيل دائما اللايف غير والله. فوالله يستاهلون، والله انهم طروا على بالي وانا غلطت تاخرت ما صورت لهم. وللعلم والله ما طلبوني اسوي اعلان، ما طلبوني اسوي اعلان. قلت لهم انا بجرب وكذي، واذا شيء يعني ممتاز ان شاء الله اني بقول حق الناس. وانا اقول لكم يا ناس خذوا الفلوس، والله كنت اقول لهم يا ناس ابي ادفع، قالوا والله العظيم ما تدفع، حلفوا علي. قلت لهم ان شاء الله ولا يهمكم، وان شاء الله انه يجي اليوم اللي يرد لكم الجميل هذه في السناب اذا كان الشغل زين. لان مع احترامي في شركات ما تقصر معي، لكن الشغل انا ما ابي امدحها للناس لاني ما شفته لي هناك، بس شغلهم ممتاز. شو اسم الشركه؟ هني السؤال، انتم قصدكم شو اسم الشركه؟ ايوه بتوهقوني الحين، والله بتوهقوني. انا خاف فعلا ضيعت. شو اسم الشركه؟ شلون اتذكر اسم الشركه؟ من اكثر واحد فينا كريم. الله يقطع فيك يا محمد عطني اسم الشركه ارجوك. محمد دامك موجود في اللايف انقذتني، لان لازم اطلع من اللايف عشان اجاوب. عطني اسم الشركه اللي تسوي الليتات وكذي كلها بالاونلاين، اكسب اجرهم.
محمد عدنان راح يتواجد في برنامج دين وطين. احلف. لا لا غير صحيح، غير صحيح. بس الفكرة ان كل موسم يكون شيخ مختلف او شخصية مختلفة، تاخذ 4 حلقات. والله يا عبد الرحمن حرمي اني عشت معك احلى 4 حلقات، مع احترامي لمحمد عدنان. محمد انا اسف، بس صراحة اللي عشناه، تخيل الجو الشاعري عشته وجه بوجه مع الدكتور عبد الرحمن حرمي، الله يوفقه. طبعا الامانه ترى ما في فكره اصلا ان نكمل دين وطين، ولكن ما ادري ايش بيصير في المستقبل. بس من احد الافكار اللي جات في بالنا انها نسوي مثلا كل موسم مع شخصيه معينه. شنو المواضيع راح تكون؟ قاعد نفكر، لان كلمه دين وطين تركب على كل شيء. محمد بتجاوب ولا لا؟ اتوقع راح يجيب الرقم بالواتساب، شباب انطروني. تك ستيشن، ها؟ سنديب كم باك، اي نيد مساج. والله ما شاء الله يور ذا بيست. تك ستيشن. محمد متاكد؟ والله اني اشك يا اخي. محمد تكفى تطلع انستغرامهم عشان تعطي منشن على طول يضغطون الناس. تقدر؟ خليني اكتب. لحظه وش فيني انا؟ عندي انستغرام هي زين، ترى نفس الحساب كيو كيو كيو. تك ستيشن. دقيقه بس خليني اكتب. تك. اشتغلت تذكرت ليذر تك، صار خاطري اسوي موتوري لون ثاني. تك ستيشن دوت كيو اي. رب الكعبه انك فزت محمد. عطني ارفع يدك، عطني ارفع يدك. فهمتها؟ والله العظيم انك فزت يا محمد، والله انك فزت. تك ستيشن شباب. محمد ابشرك انك فشلت ورب الكعبه يا فاشل. استغفر الله يا فاشل. غير صحيح، غير صحيح. تك ستيشن والله ونعم فيهم محل، لكن مو بهم محمد. لا تفضحنا مع الناس. لا مو هم ولا لا؟ محمد هاي يبيعون العاب. تي اس اس. لحظه، شنو تي رش تي؟ شنو قلت تي اس اس؟ مبلى تي اس اس تي كيو اي. تك ستيشن بس مو بمال الالعاب الثاني. انا اسف محمد، خلاص انا اسف. طلع هم نفسهم عندهم حساب العاب، خلاص يبنى العيد. هاي مشكله اللايف، هاي مشكله اللايف. شباب بتكبتشرون ولا لا؟ ولا بتصيرون يهال؟ كبتشروا معي الحساب اللي ما قصروا معاي وسووا لي على فكره يقدرون يسوون حق كبار السن مثلا زر عند الفراش، تخيلوا، عشان يسكر ليت ويفتح في اي وقت. فهمتوا؟ تشغل المكيف وتسكره في اي وقت. تخيلوا تشغل التلفزيون. لحظه شلون؟ ليش ما راويكم صدق؟ لا طبعا هاي سخافه، يعني المفروض الجهاز يكون جنبك، لكن تخيل حتى التلفزيون اقدر اتحكم فيه. ها، تي في ريموت جاهز؟ شنو جاهز؟ جاهزين؟ تي في ريموت، تفضلوا. تي في ريموت باور. سلام عليكم. اوكي سلام عليكم. سكر التلفزيون زين كذي. ايش رايكم؟ بس كل شيء حرفيا. يلا كبتشروا شو اسمه الشركه. حلوين؟ تفضلوا يا حلوين. كبتشرتوا يا شباب؟ لحظه، كبتشروا مع الشنطه الحلوه. ايوه سلام عليكم. كيو كيو كيو. كبتشرتوا؟ ابيكم تشكرونهم، تقولون لهم يعطيكم العافيه. ما قصرتوا بصراحه، ابداع في ابداع شغلكم. هذا لهم طبعا وايد خبره. ما عليكم الفلورز انهم شوي، لا هم ما شاء الله حتى عندهم شركه ثانيه اتوقع هم نفسهم اللي هي هذه تك ستيشن دي مالت العاب، بس مالت التكنولوجيا والدنيا هذه هي شباب. هذه هي شباب. اوه هذا اهم لينك. اي والله انه هذا اهم لينك، صح تذكرت. شوفوا كل شيء بتلقون. ها كبتشروا هذه احلى، هذه احلى. يستاهلون والله يستاهلون. اتصل بنا يلا. وين ارقامكم؟ بينت. تفضلوا والله يستاهلون، ما قصروا معي. لا اله الا الله. بكذي اقدر اقول اني استاذن يا شباب، وانا سولفت وايد صراحه وانا صايم، والمفروض اني ما اسولف هالكثر. يمكن والله اسيف اللايف صراحه، انا اشوف انه جميل جدا واستفدنا منه، فممكن اني اسيفه ويستمتعون منه باقي المتابعين اللي كانوا راقدين. يعطيكم العافيه، ولا تنسون يعني تتصدقون دائما، تكفون يطالبكم، لان اقسم بالله تزيد فلوسكم لما تتصدقون، وهذا وعد، وهذا شيء مجرب. توكلوا على الله يا جماعه. تابعوا دين وطين بكره. اليوم احنا يوم جديد، يوم الاثنين صح؟ ايه يعني بكره، يعني مو باليوم، بكره. اليوم يوم جديد، بكره
الثلاثاء ان شاء الله دين وطين، حلقة عن الزواج، شكلها راح تولع الربع. المهم فنشوفكم على خير ان شاء الله، وبس يلا راح اسيب اللايف شكلي. نشوفكم على خير، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. ودائما اقول ارجوكم حياكم السناب، لان انا اصور في السناب اكثر يا ناس، انا اصور في السناب اكثر. حياكم السناب. نعم في اعلانات، لكن صدقيني راح تستمتع مع الاعلانات، راح تستمتع معاها. عطها سكيب يا اخوي، عطها سكيب، ما عندك مشكله. نعم في وايد اعلانات في السناب، لكن راح تستمتع ان شاء الله وتشوف معنا الاشياء الجديده. ونشوفكم على خير يا غاليين. السلام عليكم.